في 2015 تقريبا رود خولت يقابل واحد من افضل اللاعبين المصريين في فندق في لندن، واللاعب ده كان متكامل تقريبا، قوي طويل بينط بيعرف يباصي، وانه بيعرف يباصي دي حاجه نادره لما تلاقيها في الدوري بتاعنا. لكن رغم كل الصفات الجامده دي رود خولت يوصف اللاعب ده بانه اعظم اخفاقاته، لانه ما قدرش يغيره علشان يكون لاعب جماعي، لا ده عايز الكره معاه، عايز يرقص حد، يلبس حد كوبري، والكره تتقطع منه في نص الملعب. طب خد بالك، باصي العب السهل، لا اللعب السهل ده مش ليا، ده للاعيبه التانيه. اكيد اللعب السهل ده مش حسام غالي، وبسبب الصفه دي حسام غالي يطرد تقريبا من كل انديه اوروبا. ولما يقابل رود خولت في لندن يقول له معلش بقى هنعمل ايه، هي دي شخصيتي. وهي دي متلازمه يوليسيس. متلازمه يوليسيس هي اضطراب عقلي بس خارج من عقل سليم، بسبب انك بتسيب متلازمة يوليسيس هو اضطراب عقلي بس خارج من عقل سليم بسبب الهجرة او انك تسيب بلدك لاي سبب من الاسباب. يعني حسام غالي ما كانش مختل، لا هو ممكن يكون كان عايز يتغير علشان يواكب طريقة اللعب في النادي الجديد بتاعه، او على الاقل يضمن مكانه في التشكيلة كلاعب اساسي. والدليل على ده ان هو ما قدرش يتفرج على نفسه 10 دقايق على بعض على حسب كلام رود خولت، بس عقله كان رافض التغيير. ما كانش مستوعب الفرق ما بين اوروبا وافريقيا، الاهلي وفاينورد. اصل انا بعمل كل ده عندنا في الدوري المصري وبلعب عادي، ايه اللي هيخليني اغيره دلوقتي؟ عدم تقبل التغيير والتوتر اللي بيحصل بسبب الهجرة بيخلي لعيبه كتير يفشلوا، او بيولدوا ميكانيزمات دفاع بتخليهم يفشلوا. وعندنا الامثله في مصر حدث ولا حرج. ممكن الفشل اللي بيحصل لعيبه مصريين يحصل حتى لو بيلعبوا في دوله تانية عربيه بنفس لغتنا بنفس ثقافتنا، لكن متلازمه يوليسيس ما بتحصلش للاسباب دي بس. فين اهلي، صحابي، قعده القهوه اللي انا متعود عليها، الاماكن اللي بحب اروحها، وان اعادوا لنا الاماكن فمن يعيد لنا الرفاق. ومن اشهر الامثله في الاحتراف العربي هو كابتن احمد بلال، صاحب اسرع عوده للقاهره في تاريخ المحترفين المصريين. في نهايه مسيره كابتن احمد بلال راح الوحدات الاردني ورجع تاني بعد اسبوعين. لكن اكبر مثال يوضح لك المتلازمه دي هو البلدوزر عمرو زكي. عمرو زكي اللي طلع من انبي على لوكوموتيف موسكو على طول، بس ما طولش، تقريبا ما لعبش معاهم ولا ماتش، بس رجع على الزمالك وكمل في تألقه ده لغايه ما لفت انتباه ويجن في انجلترا وطلبوه اعاره. والراجل بسم الله ما شاء الله عليه 10 اهداف في 13 ماتش يخلوه اول هدافين الدوري الانجليزي. لكن بس هم دول، ما فيش تاني. بعد كده ما فيش التزام بمواعيد التدريبات، او ما يروحش التدريب اصلا لغايه ما خلصت مده الاعاره. بس الحظ يندهله تاني لما تطلبه هال سيتي في اعاره كمان، لكن للاسف التجربه تكون اسوأ من اللي فاتت، لانه ما عرفش يبقى اساسي طول مده الاعاره ولا حتى سجل هدف واحد. ده حتى النادي سابه يمشي قبل ما الاعاره تخلص ب3 اسابيع. والاعارات دي على حد وصف عمرو زكي هي اللي دمرت مسيرته وخلته مش عارف يتاقلم. اصلا انا ليه اظبط طريقه حياتي ان انا اعيش في انجلترا واتعامل باسلوبهم واتعامل بطريقتهم في اللعب؟ ما انا باخد مع الزمالك قد كده وانجازاتي في مصر معروفه ومش محتاج اتخانق على مركزي، انا حتى مش ضامن هيشتروني اصلا ولا لا. ولما راح الزمالك مكانه كان على الدكه، فراح الرجاء البيضاوي ورجع تاني بسرعه. راح النجم اللبناني، المره دي الاصابه هي اللي وقفته. وعلى عكس كلام عمرو زكي ان الاعارات هي اللي دمرت مسيرته، لا بالعكس، دي متلازمه يوليسيس دي كانت متمكنه منه قوي، لان البلدوزر احترف في ريكسبور والرجاء البيضاوي والعهد، لكن تجربته مع الفرق دي ما اختلفتش كتير مع انهم كانوا شاريينه لغايه ما رجع المقاولين، بس ما طولش واتجوز وقعد في البيت. يعني يا عم علي كل المحترفين المصريين مصابين بمتلازمه يوليسيس دي، طب ما في لعيبه ناجحه كتير زي صلاح، ميدو. اشهر العوامل اللي بتسبب متلازمه يوليسيس هي الصراع من اجل البقاء، زي احتياجات اساسيه كتير، ازاي هوفر الاكل البيتي، هجيب فلوس منين، زي لعيبه كتير بتختار انها تقعد في مصر وتلعب للاهلي او الزمالك بمبلغ كبير بدل الكارير اللي ممكن تعمله في الاحتراف. لكن ممكن نعتبر في حاله اللعيبه اللي بتختار الاحتراف ان الصراع من اجل البقاء ده هو الصراع على المركز، البقاء في التشكيله الاساسيه. وعلشان المصاب يتجنب الاحساس ده وفي محاوله لانكاره يلجا لميكانيزمات الدفاع، اللي منها ان الشخص يقابل مشاكله بعنف بدل ما يحاول يحلها فعلا. خلت معكم خناقه كبيره. اول تجربه احتراف لميدو كانت مع ناشئين خانة البلجيك، لكن بسبب افتقاده لاهله واصحابه رجع ميدو لمصر تاني، لكن والده هو اللي منعه وخلاه يكمل معاه. وفعلا اتألق ميدو مع خانة لغايه ما راح اياكس وولع الدنيا معاهم، دوري وكاس في اول موسم ليه. لكن المشاكل ابتدت تبان في الموسم اللي بعده، وبسبب المشاكل اللي بيعملها رجع ميدو يتدرب مع فريق الناشئين بعد ما كان المهاجم الاساسي للفرقه. ميدو بعد كده قال ان التصرفات اللي بيعملها دي بسبب التوتر والضغط، وان مفيش حاجه مضمونه. البطولات اللي حققها ميدو مع اياكس وهو عنده اقل من 18 سنه هم دول بس:
ميدو ما حققش اي بطوله تانية في مسيرته الاحترافيه. ولو بصيت على مسيره ميدو من اول اياكس لغايه ما اعتزل هتلاقيها هي تجربه اياكس بحذافيرها بس على سكيل اصغر. تألق في البدايه، خناقات على المركز يقابلها بدفاع عنيف، او رفض يخلي مسيرته مع النادي اللي هو فيه تقع، او حتى مع المنتخب. الكلام على ميدو محتاج سلسله لوحدها باسم متلازمه ميدو. طب صلاح، You can't argue that. ايه اللي خلى صلاح يفرق عن اي محترف مصري تاني ويحقق كل النجاحات دي لدرجه ان هو كان قريب انه يحقق البالون دور؟ في 2021 يورجن كلوب بيوصف محمد صلاح ان هو متوافق مع كريستيانو بنسبه 100% من الناحيه المهنيه، وكمان بيقول عليه So Mo is incredibly professional. ويقدر يقدم المستوى ده ويفضل في التوب ليفل لسنين كمان قدام. واسلوب مدرب صلاح الحالي في ليفربول قال عنه ان هو عنده عقليه النخبه، دايما عايز يحقق، عايز انجاز جديد، حتى لو وصل لسقف انجازاته هيوسع السقف ده ويطلب انجازات جديده. صلاح لما فشلت تجربته في تشيلسي ما لامش المدرب ولا اختلق خناقات علشان يكسب مركزه، ولا قال المدرب ده بيضطهدني علشان خاطر جنسيتي. بالعكس، صلاح هو اللي كان بيحاول يتاقلم علشان هو اللي عايز يكمل في الاحتراف، فابتدى يقرا في علم النفس للدكتور مصطفى محمود او لابراهيم الفقي. وصلاح نفسه شايف ان الشخص اللي هيعدي انجازاته في المستقبل مش بالضروره يكون شخص موهوب اكتر منه، لا، المهم ان يكون شخص عايز يحقق اكتر منه، عنده طموح اكتر منه. ما رجعش النجاح للموهبه، رجعها للاراده، رجعها للتاقلم. صلاح اللي رغبته في الاحتراف وصلت ان هو يطلع على التلفزيون يطلب من مسؤولين المقاولين يوافقوا على احترافه البذل. يعني صلاح ما عداش على مرحله انه يرجع تاني وكده كده الاهلي والزمالك مستنيينه. يا جدع انت بتعمل تقليل اغتراف في الجامعه عشان مش عايز تبعد عن بيتكم، فاكيد صلاح فكر بدري قوي كمان. اول حاجه صلاح سالها لنفسه بعد الاحتراف هي ان ارجع وابقى اسمي احترفت زي اللي احترفوا، ولا اقعد واعمل حاجه مختلفه. فاكيد الاجابه واضحه، يعني انت مستنيني اجاوب. عمل حاجه مختلفه وعمل حاجه جامده كمان. واول حاجه اختار صلاح يعملها، اختار ان هو يغير عقليته، لان العقليه هي اللي تخليه يكمل. صلاح اتغير لدرجه ان لاعبين كتير اوروبيين بيحاولوا يكونوا زيه، زي جاكبو اللي قال لنيويورك تايمز ان صلاح هو اول واحد بيوصل للجيم، مهما حاولت تيجي بدري هتلاقي صلاح هناك. صلاح بيقضي يوميا ساعه ونص في الجيم، واوقات كتير بيخلص ويروح البيت يكمل تمرين هناك. شايف المينتاليتي؟ صلاح بيدي حياته كلها للكوره عشان لما يخلص ما يبقاش ندمان على حاجه، مستعد يعمل اي حاجه علشان يوصل اللي هو عايزه، حتى لو هينام ورا بوابه النادي وهو عامل الكوتش بتاعه مخده. صلاح تعمل ايه لو صحيت دلوقتي مره واحده واكتشفت ان انت راكب مواصلات ورايح المقاولين عندك ماتش مع المحله وكل ده كان حلم؟ هتعمل ايه؟ هعمل اللي انا عملته تاني. متلازمه يوليسيس ممكن تحصل لعيبه كتير، في منهم اللي هيتغلب عليها وفي منهم اللي هتتغلب عليه وهتسبب فشل، وفي ناس بتصاب بمتلازمه يوليسيس لاسباب تانية غير انه بعيد عن اهله او الصراع على مركزه في الملعب، زي التمييز العنصري اللي بيحصل لهم في بلد مش بلدهم ما بيتكلموش لغتها، او تحصل لناس بيتهجروا من بلادهم، او الناس اللي بتهاجر قسريا بسبب الحروب او المجاعات على قارب صغير مش عارفين القارب ده هيوصل البلد التانية ولا لا، ولو وصل اهلها يستقبلوهم ولا لا، ولو استقبلوهم هيعاملوهم ازاي. كل الحاجات دي بتزود ازماتهم، وفوق كل ده الناس دي ما عندهاش رفاهية ان هم يرجعوا بلدهم تاني ويلعبوا في الاهلي او في الزمالك. السلام عليكم.